امام عاشور اقسم برب الكعبه ما هيروح النادي الاهلي وهيديله مليون جنيه. مليون جنيه في ايه؟ في اليوم، مش مليون جنيه في السنه يعني. ليه النادي الاهلي بيعمل كده امام عاشور بقى؟ انا هقول عشان بيخلص في محمود حماده فبيلهي الناس بامام عاشور، وهم عارفين ومتاكدين ان امام عاشور مش جاي. ابو الفتوح زي ما بقول لك كده هحلق جلد وشي وشعري لو راح الاهلي. اقول لك على حاجه، لو عدى من جنب سوق النادي الاهلي مش راح الاهلي. ايه رايك في دي؟ لو ركب عربيته كده مشي في الشارع جنب النادي الاهلي هحلق خدودي ووشي وشعري. لو مش ده زملكاوي اصيل ونجم كبير، واد عنده اصل، واد متربي، واد ابن بلد متربي على طبليه ما يخونش العيش والملح. استاذ كريم بلاش بلاش. طيب يلا كمل. حاجه تفرح الناس. اتفضل. انا استاذنك بس يعني ايه المح ماشي، لمح بس ما تقولش اسم. طب اتفضل. ما تقولش اسماء بعد اسمه. هو نجم كبير جدا في النادي الاهلي، نجم كبير جدا جدا جدا، قاعد بقاله كام يوم بيخلص في الزمالك. معلش يا جمال، معلش بص ماشي انا اسف، انا حتى ما استاذنتش المستشار، ماشي واخد بالك، انما اصل في حاجات بقى ايه لازم نفرح جمهورنا، واخد بالك. نجم كبير جدا 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 جدا، ويجري الان كلام مهم جدا مع هذا النجم للانتقال الى نادي الزمالك، وهتشوفوا يا جماهير الزمالك هذا النجم وهو بيرتدي الفانيلا البيضاء. فدي القصه كلها بتاعت بن شرقي، دي القصه كلها. هناك اشتراط اذا قدم اللاعب مع وكيله الى القاهره من اجل التباحث مع الاهلي فيما يتعلق بمستقبله، وان كان هناك رغبه حقيقيه، لانه الاهلي قال لك انا مش عايز اخش جوه جيم، خاصه انه اللعيب عنده اكتر من عرض وهو فري، وبالتالي اذا حصل توافق في هذه الجزئيه بعد حضور اللاعب الموضوع هياخد خطوات. تواصلنا مع رشيد اخو اشرف بن شرقي، فريق الاعداد عندنا تواصل معاه، هو شقيقه ووكيله في نفس التوقيت. اكد لنا ان في كلام مع مع ناديين في مصر. نادي ما قالش اسمه وقال ان في تواصل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي حط 5 مليون يورو فتح كلام في بيع محمد الشناوي. اتصل بيا مسؤول في النادي الاهلي اكن له كل احترام، قال لي يعني هو انت جبت ال5 مليون دي منين؟ قلت له والله يعني اجتهاداتنا ومعلوماتنا. قال لي لا يعني دي معلومه غلط. امال يا فندم حضراتكم النادي الاهلي مستني كام من بيعه محمد الشناوي؟ قال النادي الاهلي عايز 10 مليون دولار في محمد الشناوي. ده فتح كلام. 10 مليون دولار ده فتح كلام. ممكن يخلص بقى ب11، يخلص ب9، يخلص ب8، انا معرفش هيخلص بكام، ولكن كده الكلام يعني نفهم منه ان من 8 مليون دولار ل 10 مليون دولار ده المبلغ اللي هياخده النادي الاهلي في بيعة محمد الشناوي. خلاص الامور كده واضحه تماما فيما يخص محمد الشناوي. ارجع وامضي من اول، انا همضي عقد اول وجديد خلاص، يعني ما كانش ينفع ان انا ده عقد اول وجديد خلاص، لان خلاص انا لعيب فري. فانا ما عنديش مشكله، الاولويه للنادي، لكن عايز اعرف موقفي ايه قبل ما امضي وارجع واشوف الدنيا. لو اعاره خلاص، يعني انا شايف ان وقت الاعاره ده اتهريت يعني. فامير برضو قال لي حقك، والنادي انت عارف النادي هيعمل اللي في مصلحتك وكده، واحترم وجهه نظري وقال لي انا هقول لك بالظبط الموقف، لكن انت ما عندكش ولا ماضيتش في اي حاجه. قلت له لا انا ما ماضيتش، وانا عندي الاولويه ان انا ارجع ابقى موجود في النادي. فبعد اداني فتره، كان بعد الماتش اللي هو كان نهائي افريقيا مع كايزر تشيفز، فقال لي انا بعد الماتش باسبوع بالظبط هرد عليك وكده وهنرجع. فانا قلت له خلاص انا هاجل كل حاجه لغايه ما استنى قرار النادي. عدى اسبوع، 10 ايام، 20 يوم، فابتدت العروض طبعا تجيلي كتير والامور تجيلي كتير. فبصراحه في الوقت ده بقى جالي كذا عرض، واخترت بقى فاركو لظروف معينه.